المغرب من شريك أمني إلى مركز ثقل استراتيجي عالمي. كيفاش ولات الرباط تتحكم في إيقاع الأمن بين أوروبا وإفريقيا؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع سعاد نوفا على قناة النقيب. واش عارفين أنه دول أوروبية كبار ولات ما تتخذ حتى قرار أمني حساس في المتوسط إلا من بعد ما كيدوز من الرباط؟ واش عارفين أن المغرب ما بقاش مجرد حليف بل رجع نقطة ارتكاز في شبكة الأمن ديال أوروبا كاملة؟ واش عارف أن التنسيق الأمني بين المغرب وعدة عواصم أوروبية ولا اليوم أسرع وأدق من داخل الاتحاد الأوروبي بنفسه؟ اليوم غادي نهضروا على واقع جديد. المغرب ما بقاش غير في المعادلة، المغرب ولا كيعاود يشكل المعادلة. بداية السيادة التكنولوجية العسكرية، المغرب دخل لنادي الكبار بلا استئذان. الإنجاز ديال القوات المسلحة الملكية في الاتصال بشبكة US لينك 16 بتقنية مغربية خالصة. راه ماشي مجرد خبر تقني، هاد الشيء راه اعلان رسمي ان المغرب ولا عنده قدره تطوير انظمه عسكريه محليه، دمجها مع اعقد الشبكات القتاليه العالميه، تشغيلها في زمن حقيقي داخل عمليات مشتركه مع اقوى جيوش العالم. وهنا تنهضروا على مستوى جديد. الجيش المغربي ما بقاش غير كيستعمل التكنولوجيا، ولا كينتجها ويطوعها حسب الاحتياجات ديالو، وهذا كيعني حاجه خطيره في المعادله الدوليه. المغرب اليوم قادر يخدم في عمليات مشتركه بعقليه نظام موحد، ماشي غير تنسيق تقليدي. وندوزوا للنقطه الثانيه، الاستخبارات المغربيه مدرسه ديال الاستباق ماشي رد الفعل. من 2015 حتى اليوم الصورة رجعت واضحة: تفكيك شبكات كبابية معقدة، إحباط عمليات قبل التنفيذ بوقت اللي هو طويل، ضرب تمويلات عابرة للحدود، وتعاون وثيق مع أجهزة أوروبية في عمليات حساسة جدا. لكن القوة الحقيقية ماشي في الأرقام فقط، القوة في الفلسفة الأمنية المغربية. للسباق بدل الانتظار. المغرب ما كيتسناش الخطر حتى يوصل، المغرب كيمشي ليه قبل ما يتحرك اصلا. ودابا ندوزو للنقطه الثالثه، التنسيق الامني مع اوروبا. الرباط ولات محطه الزاميه في كل الملفات الحساسه. هنا غنوصلوا للنقطه اللي تتبدل لنا كل شيء. اليوم التنسيق الامني بين المغرب واوروبا ما بقاش مجرد تعاون ثنائي عادي، راه رجع شبكه امنيه متكامله عبر المتوسط. بدايه باسبانيا، التعاون الاستخباراتي بين الرباط ومدريد ولا نموذج عالمي في محاربة الكباب والهجرة غير النظامية، لدرجة أن عدة عمليات كبيرة في إسبانيا تم إحباطها بناء على معلومات دقيقة جاية من المغرب. وندوزو لفرنسا، التنسيق الأمني في ملفات التطرف والتتبع الشبكي ديال الخلايا النائمة ولا معتمد بشكل كبير على المعطيات المغربية في الميدان. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، المغرب اليوم ماشي غير شريك بل بوابة استخباراتية للمتوسط، حيث الرباط ولات تقدم معلومات استباقيه، تتبع الشبكات العابره للحدود، رصد التحركات المشبوهه في المناطق الحساسه. والاخطر ان بعض العمليات الاوروبيه الكبرى كتبدا مرحلتها الاولى من الرباط قبل ما توصل لاي عاصمه اوروبيه. معنى اخر، الامن الاوروبي في بعض الملفات كيدوز اولا من المغرب. وما ننساوش اعترافات دوليه غير مباشره، المغرب ولا عنصر ما يمكنش يتجاوزوه. اختيار المغرب في مجموعات عمل مرتبطة بتأمين تظاهرات عالمية كبرى والتنسيق مع واشنطن وأوروبا في ملفات حساسة راه ماشي مجرد مجاملة دبلوماسية، بل هو اعتراف عملي بأن المغرب عنده خبرة ميدانية، عنده بنية استخباراتية فعالة، وعنده قدرة على التنسيق السريع والدقيق. وهنا كتبان الحقيقة اللي لا غبار عليها: المغرب ما كيتبعش السياسات الأمنية، المغرب كيصنع جزء منها. واخيرا وليس اخيرا، المغرب ولا مركز توازن بين افريقيا واوروبا. واليوم اي تهديد في المتوسط او الساحل الافريقي كيكون المغرب حاضر فيه بطريقه او باخرى، سواء بالتتبع، سواء بالتحليل، سواء بالتدخل الاستباقي او بالتنسيق الدولي. وهذا كيعني ان المملكه ولات خط الدفاع الاول لأوروبا من الجنوب، نقطة وصل بين معلومات إفريقيا وأوروبا، وشريك استراتيجي ما يمكنش يتجاوزوه. المغرب اليوم ما بقاش مجرد دولة كدير تعاون أمني، المغرب ولا منظومة كاملة عسكرية استخباراتية تكنولوجية ودبلوماسية. والأهم كيخدم في صمت، ولكن النتائج ديالو كتسمع في العواصم الكبرى. المعادلة تبدلات، ماشي المغرب اللي كيتبع الأمن العالمي، بل الأمن العالمي ولا كيدور في الفلك ديال المغرب. ومن منبر هذا تحية رجال الظل اللي كيصنعوا الاستقرار بلا صداع وبأثر كيهز العالم كامل. تحياتي لكم.